السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة أفكار بيتي، وإن شاء الله النهاردة هنتكلم عن الإسكان الاجتماعي أو الإعلان سكن لكل المصريين 4، اللي إن شاء الله هتكلم عن ميعاد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي سكن لكل المصريين 4، وبرضه في نفس الحلقة هتكلم عن جزء من سكن لكل المصريين 3 في الإعلان التكميلي والدفعات وإيه اللي حصل فيه وآخر التطورات اللي حصلت في الإعلان التكميلي للإعلان السابق للإعلان سكن لكل المصريين 3. بتستعد وزارة الإسكان إنها تطرح إعلان جديد ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي اللي هي مبادرة سكن لكل المصريين 4. ذلك إمتى بقى هيتم الطرح ده؟ الربع الأول من العام الجاري 24. إحنا كل سنة وانتم طيبين، بدأنا سنة 2024. الربع الأول يعني في شهر يناير يا فبراير يا مارس هيتم إن شاء الله، وانتظروني أو خليكم معايا على القناة. يعني هنزل أول بأول عن الإعلان ده لو نزل إن شاء الله، أول ما ينزل وإيه تفاصيله وإيه هي كراسات الشروط بتاعته. ده ان شاء الله هنبقى مستنيينه في الربع الاول ان شاء الله من العام 24 بعد انتهاء الاعلان التكميلي بتاع سكن لكل المصريين 3. بيتضمن الاعلان ده اللي بتساعد له وزاره الاسكان عدد كبير من المدن. طب ايه المدن اللي هينزل فيها؟ كما اعلنت السيده مي عبد الحميد ان هي في كثير من المدن منها محافظات الصعيد ومحافظة الجيزة والقاهرة ومحافظات الدلتا وسوهاج الجديدة واسيوط الجديدة واسوان الجديدة وبرج العرب الجديدة واكتوبر الجديدة، وكذلك مدن حدائق العاصمة وبدر ومايو. كل ده اللي هيتم طرحه ان شاء الله في الاعلان لكل سكن لكل المصريين 4 في خلال الربع الاول من عام 2024. طيب، في ناس كانت بتسأل عن الإعلان التكميلي اللي هو بتاع سكن لكل المصريين 3. كانت وزارة الإسكان قد أعلنت عن مد فترة تلقي طلبات المواطنين في التقديم ضمن الإعلان التحويل ده الخاص بالطرح الأول لسكن لكل المصريين 3 بنظام التمويل العقاري، وذلك حتى 15 يناير. يعني هم مدوا ايه اللي هيقدم فيه وهيكمل بقى المقدمة وهيكمل كل الإجراءات اللي هي المطلوبة. كان المفروض آخرها 4 يناير، لكن دلوقتي هيتم مدها لغاية 15 يناير علشان اللي ملحقش يدفع المقدم، اللي ملحقش يدفع أي حاجة أو يستكمل أي أوراق، عنده فرصة إن هو يكمل في الإعلان التكميلي ده لغاية 15 يناير. يعني دي برضو حاجة كويسة علشان اللي ملحقش أي حاجة يقول فاتني أو مش هلحق، هو دلوقتي قدامه الفرصة. تمام. الإعلان ده بتاع سكن لكل المصريين 3 بيستهدف بيستهدف اللي تنطبق عليهم الشروط اللي هم كانوا خارج الأولوية، اللي هي الوحدات المتوفرة حاليا منخفض الدخل، كانوا خرجوا من الأولوية. وبعد كده بعد ما خرجوا ما انطبقش عليهم وما خدوش، ما قاموش بسحب مقدم جديد الحجز. يعني المقدم جديد الحجز ولم يسبق لهم تخصيص وحده سكنيه زي الاعلان ده اللي كان بنتكلم عليه في الاعلان التكميلي او سكن لكل المصريين 3 او التحويلي، ان هم ناس كانت مقدمه في الاعلان الاصلي العادي بس ما انطبقش عليهم، ولكن ما سحبوش مقدم جديه الحجز. فعملوا قال لك لا، احنا هنعمل لهم اعلان تحويلي وهنخليهم ان شاء الله يتوفر لهم وحدات سكنيه ويتم تخصيص لهم ان شاء الله باذن الله في اقرب وقت. طيب، الاعلان التكميلي اللي هو بتاع شرح السكن لكل المصريين 3 بيتضمن وحدات كام متر؟ 90 متر، 3 غرف وصاله، وفي وحدات جاهزه للتسليم ان انت تستلم على طول بنفس سعر وشروط الاعلان الاصلي. يعني الاعلان الاصلي دي في وحدات جاهزه التسليم وهتتسلم، وحدات جاهزه التسليم بس خلال 36 شهر، يعني بعد 3 سنين. الفايده زادت عشان الدنيا كلها زادت، بقت 7.5% الثابته لمده 20 عام، وبيتم مضاعفة. بس هم عملوا بقى حاجة هم رفعوا الفايدة ل7.5 بس. الدعم المقدم للمواطنين بدل ما كان 60,000 أقصى حاجة خلوها لغاية 120,000 جنيه للوحدات اللي هتتسلم بعد 36 شهر، يعني بعد 3 سنين. برضو دي حاجة كويسة. يعني هم ضعفوا الدعم من 60 إلى 120 بس نخلي بالنا للوحدات اللي هتتسلم بعد 36 شهر، عشان طبعا الظروف الاقتصادية وواجهوا الأسعار. تمام. فعملوا يعني عشان يقللوا العبء عن المواطن شويه، فعملوا مبلغ الدعم زودوه. ويا رب نكون افدناكم، وانتظرونا في القناه في المزيد من الاسكان الاجتماعي. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.